في بلاغ للديوان الملكي وعلى أثر الحادث المفجع لتحطم طائرة عسكرية قرب قلميم هذا اليوم ومقتل عدد من أفراد القوات المسلحة الملكية، أصدر مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أمره السامي المطاع لإعلان الحداد الوطني مع تنكيس الأعلام الوطنية ل3 أيام ابتداء من هذا اليوم. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية، إنه سميع مجيب. هذا وقد استفاقت اليوم مدينة قلميم على حادث تحطم طائرة عسكرية من نوع سي 130 تقل أفرادا من القوات المسلحة الملكية في رحلة انطلقت صباحا من الداخلة في اتجاه القنيطرة. على أثر ذلك قال الديوان الملكي إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بعث برسائل تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا والمصابين في الحادث، تضمنت مشاعر تأثر جلالته، كما قرر جلالته التكفل شخصيا بتكاليف مآتم المتوفين في الحادث وبعلاج الجرحى. بلاغ الديوان الملكي ذكر أن جلالة الملك حفظه الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ضمن رسائل التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا الأبرياء، التعبير عن مشاعر تأثر جلالته البالغ بهذه الحادثة المؤلمة وترحمه على الأرواح الطاهرة لشهداء الواجب الوطني ممن قضوا نحبهم قضاء إلهيا لا مرد له، وكذا دعواته المستجابة بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته في هذا الشهر الفضيل ويتقبلهم في جنات الخلد مع الشهداء من عباده. وبعد أن دعا جلالة الملك رعاه الله للأسر المكلومة للضحايا الأبرياء بأن يعوضهم سبحانه عن رزقهم الفادح جميل الصبر وحسن العزاء، أكد لهم جلالته مشاطرتهم أحزانهم وموصول رعايته المولوية لهم. وأضاف البلاغ أنه ومن منطلق الرعاية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للضحايا الأبرياء المكلومين بالحوادث المفجعة من كافة أفراد شعبه الوفي ومن أسرة القوات المسلحة الملكية الأثيرة لدى جلالته، فقد قرر أعزه الله التكفل شخصيا بتكاليف مأتم الذين لبوا داعي ربهم. كما أصدر جلالة الملك عزه الله تعليماته السامية إلى كافة السلطات الحكومية والعمومية والعسكرية والصحية المختصة بأن تقوم بتسخير جهودها وإمكاناتها في عين المكان وحيثما اقتضى الإسعاف ذلك من أجل الدعم الضروري وتقديم كل أشكال المساعدة والمساندة اللازمة لأسر الضحايا للتخفيف عن معاناتهم وشد أزرهم، ضارعا جلالته إلى الله سبحانه أن يقيهم وذويهم من كل مكروه، ومؤكدا لهم موصول عنايته المولوية وعميق مشاعر تعاطفه معهم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه.